شباب تالتة ثانوي يا أهلا بيكم. الحصة النهاردة بعنوان إضافات بلاغية من علم البيان. كل حاجة موجودة في علم البيان هتاخدها النهاردة، والحصة دي خلي بالك لازم تجيلك في الامتحان، لازم تجيلك في الامتحان. علم البيان اللي انت أخدته في أولى وتانية هنكمل عليه شوية حاجات صغيرة قد كده اهوت، وحاجات سهلة جدا وهتطلع من الحصة دي باشا، بس ركز معايا. طيب الحصة دي هناخد فيها إيه؟ هناخد فيها الخيال الجزئي والخيال الممتد، الترشيح، التجريد، الخيال المركب، الصورة المبتكرة، الخيال الكلي. الخيال الجزئي اللي انت اخدته في اولى وثانيه ثانوي واللي انت شبعان منه اللي هو ايه؟ اللي هو التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز. التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل وعلاقاته. طيب هيبتدي يديلك امثله على الخيال الجزئي الاول، وبعد كده هو كمراجعه بسيطه يعني، وبعد كده هو ندخل على الحاجات التانيه. قال شوقي: راهب في الضلوع للسفن فطن، كلما ثرن شاعهن بنقص. التشبيه الاول في كلمه راهب. على فكره هو التشبيه هنا هو مش كلمه واحده بس، ومحدش يقول لي دي استعاره تصريحيه، لان كلمه راهب هنا هي خبر. هو مين اللي راهب؟ الراهب هنا هو قلبه، فهتقول لي قلبي راهب. طب انا مش عارف هو بيتكلم عليه اساسا، شيل قلبي وحطه هو. هو ممكن المشبه يكون محذوف من الجمله؟ ممكن المشبه يكون محذوف من الجمله. لو انت لاحظت ان الكلمه دي نكره ومرفوعه في اول الكلام، واي كلمه نكره مرفوعه في اول الكلام بتبقى خبر لمبتدا محذوف، بتبقى خبر لمبتدا محذوف، يبقى هنا شبه قلبه بالراهب. كذلك معلش خليني ازود عليك شويه، لما بقول لك مثلا كان اسدا، واقول لك الصوره البيانيه او الصوره الخياليه هنا ايه، ما تقوليش دي استعاره تصريحيه، غلط، لان خبر كان او اسم كان هنا اهوت انا اسف محذوف، تقديره كان هو، يبقى هو هنا المشبه والاسد هنا هي المشبه به. اذا المشبه ممكن يكون محذوف، المشبه يكون محذوف، ودي تبقى تشبيه بليغ. لحد كده تمام يا شباب؟ لحد كده تمام. طيب المجاز المرسل. المجاز المرسل انا بعرف العلاقه فيه لما ذكر. طيب هو هنا بيقول لي راهب في الضلوع. هنا المجاز المرسل علاقته جزئيه. طبعا هو هنا يقصد القلب، القلب في الضلوع. طبعا هو هنا ذكر الجزء وهو عاوز الكل وهو الصدر، يبقى هنا العلاقه جزئيه. لحد كده تمام يا شباب؟ لحد كده تمام. طيب الاستعاره التصريحيه والاستعاره المكنيه. قلنا ان الاستعاره التصريحيه بتبقى كلمه واحده بس، بتبقى كلمه واحده بس، يعني مثلا لما نقول جاء الاسد فهو هنا شبه الجندي بالاسد. طيب وسلى مصر هل سلى القلب عنها او اسى جرحه الزمان المؤسي. طبعا هنا كلمه جرحه استعاره تصريحيه، فهو شبه هنا النفي بالجرح. وهنا اللي ما يعرفش النص، هو كان منفي ومنفي في اسبانيا، فكان بيكتب قصيده بيحن فيها الى الوطن، فهو هنا شبه النفي بالجرح. طبعا النفي هنا مش موجود، هنا الجرح موجود، فحذف المشبه وصرح بالمشبه به. وقلنا لو رجعت للحصه بتاعت التشبيه غلط صح تبقى استعاره تصريحيه، اي النفي مش موجود والجرح هو اللي موجود. طيب الاستعاره المكنيه. سلى مصر. سلى مصر هنا، هل لما اسال مصر هترد عليا؟ لا. امال مين اللي ممكن اساله ويرد عليا؟ الانسان. يبقى هو هنا شبه مصر بالانسان، اللي هو الانسان يعني اللي مش موجود في الجمله، شبه مصر بالانسان. طبعا المشبه هنا موجود والمشبه مش موجود، صح غلط تبقى الاستعاره هنا استعاره مكنيه، سر جمالها التشخيص. طيب ليه هنا سر جمالها التجسيم وهنا سر جمالها التشخيص؟ طيب خليني اسالك، احنا بنقول اول سر جمال التشبيه والاستعاره ثلاثه، اللي هم التشخيص والتجسيم والتوضيح. التشخيص غير العاقل بالعاقل، بشبه غير العاقل بالعاقل، والتجسيم بشبه المعنوي بالمادي، والتوضيح بشبه المادي بالمادي او المعنوي بالمعنوي. طيب هنا ممكن اسالك سؤال، هل النفي هنا عاقل ولا غير عاقل؟ هتقول لي ده غير عاقل، انا بفكر معاك. طيب
والجرح هنا عاقل ولا غير عاقل؟ هتقول لي ده برضه غير عاقل. طيب هل في حاجه في مواطن الجمال اسمها غير عاقل بغير عاقل؟ لا مفيش الكلام ده. طيب ندخل على الثانيه اللي هي المادي والمعنوي. هل النفي هنا مادي ولا معنوي؟ هتقول لي النفي هنا معنوي. طب كويس، والجرح؟ الجرح مادي. ايه اللي انا بشبه فيه المعنوي بالمادي؟ التاكسي. لحد كده واضح يا شباب؟ طب نشوف الثانيه. هنا شبه مصر بانسان. طيب هل مصر هنا عاقل ولا غير عاقل؟ هتقول لي غير عاقل. تمام. طب والإنسان؟ الإنسان عاقل. طب إيه اللي أنا بشبه فيه غير العاقل بالعاقل؟ على طول ولا مغمض التشخيص. عرفنا بنجيب سر الجمال إزاي يا شباب؟ عرفنا إزاي؟ سهلة وبسيطة جدا. طيب نخش بقى على الحاجات الجديدة اللي أنت لسه ما تعرفش عنها حاجة. أول حاجة اسمها الخيال الممتد. كلمة ممتد يعني طويل أو مبسوط، خلاص؟ فكده نعرف ان الخيال ده عبارة عن تشبيه وراه تشبيه او استعارة وراها استعارة، بس بشروط. ايه؟ قال لك الخيال الممتد ليه صورتين، هو المشبه بيبقى واحد والمشبه به متعدد. يعني كده في عندي تشبيهين، كده في عندي تشبيهين، التشبيهين دول المشبه فيهم واحد والمشبه به متعدد. طيب انا مش فاهم يعني ايه الكلام ده. لما اجي اقول لك مصر كعبة العلماء ودار المحبين، مركز معايا يا معالي الباشا؟ ركز معايا كويس قوي. مصر كعبة، مصر دار، تاني مصر كعبة، مصر دار. يبقى هنا أول حاجة أنا شبهت مصر بالكعبة، شبهت مصر بالكعبة. سيبك من سر الجمال دلوقتي هنشرحه. طيب وفي المثال الثاني او في الجمله الثانيه شبهت مصر بالدار. انت هنا مش ملاحظ حاجه يا معالي الباشا؟ ان مصر هنا موجوده في التشبيهين، يعني المشبه واحد والمشبه به متغير او متعدد. شبهت اول حاجه مصر بالكعبه وشبهت مصر بالدار. هنا ده يبقى تشبيه ايه؟ تشبيه ممتد او خيال ممتد. خلاص؟ طبعا نوع التشبيه هنا تشبيه بليغ، نوع التشبيه هنا تشبيه بليغ. يبقى هنا الخيال الممتد الكونسبت عندي ان يكون المشبه واحد والمشبه به متعدد. لازم يكون المشبه واحد، لازم يكون المشبه واحد والمشبه به متعدد. مرة شبهتها بالكعبة، مرة شبهتها بالدار. طيب هنا بيقول لي سر جمالها التوضيح. جت منين؟ هنشوف. مصر غير عاقلة والكعبة غير عاقلة، طبعا مفيش حاجة بشبه فيها غير العاقل بغير العاقل. طيب ندخل على الثانية. مصر هنا مادي وهنا الكعبة مادي. يبقى إذا بشبه المادي بالمادي يبقى توضيح. كذلك مصر دار زيها بالظبط. مصر هنا مادي والدار هنا اللي هو البيت يعني مادي هو كمان، اللي بشبه فيه المادي بالمادي وهو التوضيح. يبقى إذا الخيال الممتد بيبقى المشبه واحد والمشبه به متعدد. طيب مثال آخر. قال إبراهيم ناجي أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر فمصر هي المحراب والجنة الكبرى. طيب تعالى نمسكها واحدة واحدة. أول حاجة بيقول لي مصر هي المحراب، يعني مصر محراب. المحراب ده هو مكان العبادة يا شباب. طيب ومصر الجنة الكبرى. مش ملاحظ حاجة؟ إيه هي؟ أنت خلاص بقيت معلم، رد عليا. هنا شبه مصر أول حاجة بالمحراب، تاني حاجة مصر شبهها بالجنة الكبرى. يبقى المشبه هنا عندي واحد والمشبه به متعدد. المشبه هو مصر واحد والمشبه به متعدد. طيب هنا بيقول لي سر جمالها التوضيح. هنا شبه مصر بالمحراب. مصر هنا مادي وكذلك المحراب مادي، يبقى هنا توضيح. مش هقول بقى غير عاقل بغير عاقل، لان مفيش حاجه في مواطن الجمال اسمها غير عاقل بغير عاقل. كذلك مصر والجنه الكبرى سر جمالها برضو التوضيح، لان انا بشبه هنا المادي بالمادي.
خلاص؟ يبقى الخيال في هذا البيت ممتد، فالمشبه واحد وهو مصر، والمشبه به متعدد، مرة شبهتها بالمحراب، مرة شبهتها بالجنة الكبرى. لحد كده تمام يا شباب؟ يبقى دي كده أول حالة في الخيال الممتد. دي أول حالة في الخيال الممتد. طبعا أنا يعني موسع لك شوية، لو عاوز تعمل سكرين شوت ولا حاجة عيش حياتك. خلاص؟ طيب يبقى هنا هي الخيال الممتد بيجي في التشبيه المشبه واحد والمشبه به متعدد. الحالة الثانية بقى هو المشبه واحد برضه، بس تتعدد صفات المشبه به. تتعدد صفات المشبه به. يعني ايه تتعدد صفات المشبه به؟ يعني العملية بتيجي في استعارتين او اكتر، ما بتجيش بقى في تشبيه، بتيجي في استعارتين او اكتر، وده كده يفهمك شوية اكتر. طيب مثال، لو جيت قلت لحضرتك القمر يبتسم للمحبين ويغازلهم، هنا هتلاقي في استعارتين عندك. اول واحده هنا انا بقول لك القمر يبتسم، فهو هنا القمر ما بيبتسمش، امال مين اللي بيبتسم؟ اللي بيبتسم هو الانسان، فهو جاب صفه من صفات ايه؟ جاب صفه من صفات الانسان، يبقى حذفنا الانسان وجبنا صفه من صفاته. طيب كويس، القمر يبتسم، يبقى هو هنا شبه القمر بانسان ايه؟ بانسان يبتسم. طيب نخش على الثانيه، طبعا دي استعاره مكنيه، سيبك من سر الجمال دلوقتي. تاني واحدة عندك شبه القمر بإنسان يغازل، شبه القمر بإنسان يغازل، يبقى في الاستعارة الأولانية شبه القمر بإنسان يبتسم، وفي الاستعارة الثانية شبه القمر بإنسان يغازل، ودي استعارة مكنية. طيب عرفنا منين ان هي استعاره مكنيه؟ بسرعه كده نقول القمر هنا موجود، شبهه بانسان اللي هو مش موجود، قلنا صح غلط تبقى استعاره مكنيه على طول. كذلك في المثال الثاني، القمر هنا في المثال موجود، الانسان هنا مش موجود اللي هو شبه القمر بيه، صح غلط تبقى استعاره مكنيه برضه. دي اسهل حاجه عشان تعرف بيها الاستعاره المكنيه من الاستعاره التصريحيه. طيب في المثال الاولاني بيقول لي سر جمالها التشخيص، جت منين؟ طيب نشوف كده، هل القمر هنا معالي الباشا عاقل ولا غير عاقل؟ القمر غير عاقل. طيب والإنسان؟ الإنسان عاقل. طب إيه اللي أنا بشبه فيه غير العاقل بالعاقل؟ على طول وأنا مغمض كده يبقى إيه؟ يبقى التشخيص. وكذلك في المثال الثاني لما شبه برضه القمر بإنسان. ملاحظ بقى حاجة، إن هنا القمر اللي هو المشبه هنا موجود عندي واحد، والصفات ايه؟ والصفات متعدده. طيب يبقى هنا عندي المشبه واحد والمشبه به او الصفات الثانيه او صفات المشبه به متعدده. طيب الصفه الثانيه، ركز بقى معايا في الكلام ده كويس قوي. الصفه الثانيه اللي انا جايبها في الصوره الممتده دي، الصفه الثانيه اللي انا جايبها في الصوره الممتده دي تعتبر على طول وانا مغمض كده ترشيح. الصورة الثانية دي اسمها ترشيح. يعني ايه ترشيح؟ الترشيح يا شباب هو التأكيد. الترشيح يا شباب هو التأكيد. الأديب عنده قدرة فنية، حس ان هو ممكن يوصل المعلومة بطرق تانية كتير، عنده قدرة إبداعية، فجاب لك بدل الصورة 2 و3، هو حر. يبقى الترشيح هو التأكيد، جاب لك صورة تأكد الصورة الثانية، يبقى الصورة الثانية في الخيال الممتد ترشيح. الصورة الثانية في الخيال الممتد ترشيح. بتيجي في ايه؟ بتيجي في المشبه واحد وتتعدد صفات المشبه به، يعني في الاستعارتين، ما بتجيش في التشبيه، بتجي في الاستعارات، ما بتجيش في التشبيه ولكن بتيجي في الاستعارات. لحد كده تمام؟ طيب المثال الثاني، قال الشاعر: هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلام لا تتبسم. طيب هشت لك الدنيا، ده هنا هو شبه الدنيا بإنسان يقبل ببشاشة، يقبل بلين. طيب هشت لك الدنيا، شبه الدنيا، والدنيا هنا موجودة، بإنسان يقبل ببشاشة، والإنسان هنا مش موجود. طبعا صح غلط تبقى استعارة مكنية، صح غلط تبقى الاستعارة مكنية.
طب جت منين التشخيص؟ هنقول ان الدنيا غير عاقل. طب والانسان، قول معايا بقى انت حفظت، الانسان عاقل. غير العاقل بالعاقل هيبقى تشخيص. طيب هشت لك الدنيا وتبسمت، هي مين اللي تبسمت؟ الدنيا هي اللي تبسمت. الدنيا هي اللي تبسمت. الله، يعني ممكن تبقى الاستعاره اولها في شطر واخرها في شطر تاني، عادي جدا. ما هي تبسمت دي عايده على مين؟ عايده على الدنيا. يبقى استعاره مكنيه. ما تقوليش بقى تبسمت الله يرضى عليك، ما تقوليش تبسمت كلمه واحده تبقى استعاره تصريحيه، كده غلط. ليه؟ لان انا هقول لك تبسمت دي عايده على مين؟ ما هي تبسمت دي فعل مضارع، تبسمت الدنيا او تبسمت هي، يبقى الاستعاره مكنيه. لان شبه الدنيا اهي اللي موجوده عندك في الشطر الاولاني بانسان، صح غلط؟ تبقى الاستعاره مكنيه. طبعا سر جمالها التشخيص، لان الدنيا غير عاقل والانسان عاقل. يبقى الخيال ده ممتد. ليه يا عم ممتد؟ ما احنا خلاص بقى حفظنا، لان المشبه واحد. المشبه واحد، يبقى هو هنا صور الدنيا اللي هي موجوده في المثالين. بص كده اهم تحت بعض اهم. صور الدنيا بانسان يقبل ببشاشه، ثم بعد ذلك صور الدنيا بانسان يبتسم، وده ترشيح. الترشيح هي الصوره الثانيه، الترشيح هي الصوره الثانيه. بجيب صفه من صفات المشبه به، بجيب صفه من صفات المشبه به تاكيدا للصوره الاولى. تاني، بجيب صفه من صفات المشبه به تاكيدا للصوره الاولى، وده اسمه ترشيح. طيب اللي بعد كده، قال البحتري: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. طيب الربيع يختال، هو مين اللي بيختال؟ هتقول لي اللي بيختال دايما هو الإنسان مش الربيع. طيب يبقى هو هنا شبه الربيع بإنسان يختال، ودي كده استعارة مكنية، لأن الربيع هنا موجود، ادي كده هعمل عليها صح، والإنسان مش موجود هعمل عليها غلط، يبقى دي استعارة مكنية. طيب سر جمالها ايه؟ طبعا هتقول لي شوف، غير العاقل بالعاقل، الربيع غير عاقل، حلو. طب والإنسان طبعا عاقل، غير العاقل بالعاقل هيبقى تشخيص. طيب الصورة الثانية، كاد أن يتكلم، هو مين اللي كاد أن يتكلم؟ هتقول لي الربيع، يبقى هو هنا شبه برضو الربيع بإنسان يتكلم. طيب هل هنا الربيع موجود؟ الربيع موجود في المثال، هو المثال الأولاني أهو الربيع موجود. طب الإنسان موجود؟ لا مش موجود. وسر جمالها برضو التشخيص، لأنها زيها زي الأولى. بص هنا معايا بقى معالي الباشا، هتلاقي الربيع هنا اللي هو المشبه واحد والصفات متعددة. الصفة الثانية ترشيح اللي هي تأكيد للصفة الأولى، لأننا تعددت صفات المشبه به. خلاص؟ فالخيال في هذا البيت ممتد. يبقى الخيال الممتد بيجي في تشبيه يا إما بيجي في الاستعارة. في التشبيه المشبه واحد والمشبه به متعدد، وفي الاستعارة المشبه واحد وبجيب صفات المشبه به متعددة اللي هي الاستعارات، اللي هي الاستعارات. طيب هنا بقول لك ملحوظة ان الترشيح لا يأتي في التشبيهات المتعددة، بس بيجي في ايه؟ بيجي في الاستعارات، وده مهم يا شباب، ده مهم. طيب انا اخدت هنا الصورة المرشحة وخلصتها، هي ما ذكر معها ما يلائم المشبه به، هي ما ذكر معها ما يلائم المشبه به. لو قلت الجندي أسد فأنا شبهت الجندي هنا بالأسد. طيب يزأر في المعركة، هل يزأر دي صفة من صفات الجندي ولا صفة من صفات الأسد؟ هي صفة من صفات الأسد، لأن الأسد هو اللي بيزأر في المعركة. يبقى هنا الصورة مرشحة لأن أنا جبت صفة تلائم المشبه به. طب فرضنا أنا عكست، ودي أقوى في الصورة على فكرة، دي الأقوى في الصورة. طب افرض أنا عكست، جبت صفة تلائم المشبه مش المشبه به، تبقى تجريد. زي إيه؟ زي رأيت أسدا في المعركة يطلق الرصاص. طيب
هحط هنا عليها كده مربع او مستطيل وبروزها. هل يطلق الرصاص دهيت او الرصاص دهيت هل هنا تلائم الجندي ولا تلائم الاسد؟ ما هو خد بالك، رايت اسدا، هو هنا شبه الجندي بالاسد. هو مين اللي بيطلق الرصاص؟ هتقول لي اللي بيطلق الرصاص هنا اللي هو الجندي، اللي هو ايه؟ اللي هو المشبه. تمام؟ طيب والاسد ده المشبه به. حلو الكلام. هل يطلق الرصاص دي بتلائم المشبه ولا المشبه به؟ هتقول لي بيطلق المشبه، بتلائم المشبه. يبقى هنا اذا الصوره مجرده، ودي بيسموها اضعف، بتضعف الصوره، تضعف الصوره. فهمنا الفرق بين التجريد والترشيح يا شباب؟ يبقى الترشيح هنا بيجي دايما في الصوره الممتده اللي هي بتيجي في الاستعراض، بجيب صفه تلائم المشبه به، انما الصوره المجرده بجيب ما يلائم المشبه. لحد كده تمام يا شباب؟ لحد كده تمام. ندخل على ثالثا وهو الخيال المركب. الخيال المركب يا شباب، الخيال المركب ان الشاعر او الكاتب يجيب صورتين في جمله واحده، يعني يجيب خيالين في جمله واحده، يجيب خيالين في جمله واحده. طيب ليه صورتين؟ ان في جمله بتحتوي على صورتين بدون كلمه مشتركه، وفي جمله بتحتوي على صورتين بينهما كلمه مشتركه. خلاص؟ انا مش فاهم ازاي الكلام ده. تعال اقول لك. اول حاجه، جمله بتحتوي على صورتين بدون جمله مشتركه. لما اجي اقول لك راى الزمان حبنا، راى الزمان حبنا. طيب تعال نحللها كده. هو اول حاجه هنا عندي صور الزمان بانسان يرى، صح ولا لا؟ صور الزمان بانسان يرى، ما هو الزمان مش هيرى. طيب راى ايه؟ راى الحب. وانت ممكن تشوف الحب، ممكن تشوف الكراهيه؟ لا، لان دي حاجات ايه؟ حاجات معنويه. يبقى صور الحب بشيء مادي يرى، ودي مركبه لانها موجوده في جمله واحده. يبقى الاولانيه استعاره مكنيه، والثانيه كمان استعاره مكنيه في جمله واحده. في جمله واحده. راى الزمان حبنا، يبقى صور الزمان بانسان يرى، وصور الحب بشيء مادي يرى. طيب عالج الإسلام الفقر، عالج الإسلام الفقر، ودي كانت موجودة في نص في ثالثة ثانوي. طيب هنقول عالج الإسلام الفقر، هو الإسلام بيعالج؟ لا، فهو هنا صور الإسلام بإنسان يعالج أو بطبيب يعالج. خلاص؟ هنا عندي الإسلام موجود عندي في الجملة، طب الإنسان مش موجود، يبقى دي استعارة مكنية. صح غلط؟ تبقى استعارة مكنية. طيب نشوف الثانية. عالج مين يا باشا؟ عالج الفقر. طب هو الفقر بيتعالج؟ لا، يبقى هو هنا صور الفقر بإنسان يعالج، صور الفقر بإنسان يعالج. طب الفقر عندي هنا موجود والإنسان مش موجود، صح غلط؟ تبقى استعارة برضو مكنية. طيب المثال اللي بعد كده. سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل. تعالى بقى الجملة اللي هنا مكتوبة عندي بالأحمر دي. قالت الريح للنخيل، هي الريح بتقول حاجة؟ لا، يبقى هو صور الريح بإنسان يتكلم أو يقول. يبقى هنا الريح هنا موجودة والإنسان مش موجود، صح غلط؟ تبقى الاستعارة مكنية. حلو الكلام. طيب قالت الريح، قالت لمين؟ قالت للنخيل. طب والنخيل ده هو لما تيجي تقعد تحكي له هيرد عليك ويسمعك وكده؟ لا، يبقى هو صور النخيل كمان بإنسان يسمع. طيب النخيل موجود والإنسان اللي بيسمع مش موجود، تبقى برضو الاستعارة مكنية. طيب ممكن تيجي على هيئة استعارة وتشبيه، ودي جت في امتحان 2021. غدا أعيد بقايا الطين للطين وأطلق الروح من سجن التخامين. طيب أطلق الروح من سجن التخامين، وكأنه هنا بيصور لي الروح كأنها إنسان محبوس. التخامين اللي هي إيه يا شباب؟ لما أنا أجي في مسألة كده أنت مش عارفها أقول لك خمن
التخامين اللي هي الظنون، التخامين اللي هي الظنون. طب هنا اطلق الروح، يبقى صور الروح اهو، صح. الانسان او بانسان يطلق سراحه، صح غلط؟ تبقى الاستعاره هنا استعاره مكنيه. طب كويس جدا. من سجن التخامين، هقول لك سجن التخامين تشبيه بليغ. ايه ده؟ جت منين تشبيه بليغ؟ ما هي الصوره دي للاسف يا شباب، للاسف يا شباب، لما بنيجي نعمل اختبار بيبقى اغلب الشباب مش عارفين يجاوبوها. انت عندك صور التشبيه البليغ 5، منهم اضافه المشبه الى المشبه به. تعالى يا باشا كده اقلبها، اللي هو بيسموه التشبيه المقلوب. سجن التخامين هلاقي التخامين سجن، التخامين سجن، وده اللي بيسموه ايه؟ المقلوب، لان هو المفروض يجيب المشبه الاول وبعد كده المشبه به، لا هو قلبها. زي يهتدي المتعلم بنور العلم، برضه نفس الحكايه، اقلبها كده هلاقي ايه؟ هلاقي العلم نور. بس خلاص، شكرا، يبقى العلم نور. طيب مسك الختام، الختام مسك، والى اخره. 2. صورة، الحالة الثانية صورة بتضم صورتين مختلفتين، فيكون المشبه به في الصورة الأولى هو المشبه في الصورة الثانية. يعني في جملة بتحتوي على صورتين بينهم كلمة مشتركة. الكلمة المشتركة دهيت في المثال الأولاني بتبقى المشبه به، وفي المثال الثاني بتبقى مشبه. تاني، صورتين بينهم كلمة مشتركة، صورتين بينهم كلمة مشتركة. الكلمة المشتركة دي في المثال الأولاني بتبقى مشبه به، في المثال الثاني بتبقى مشبه. زي إيه؟ لما أجي أقول لك أنت نجم باسم، ركز معايا كويس قوي بقى وسيب اللي في إيدك. لما بقول لك أنت نجم باسم، أنت نجم، ده تشبيه بليغ. ما هو أنت دهيت، ما الضماير دي كلها معرفة يا شباب. ما هو أنت دي أنا بشاور على حد زي محمد أو أحمد إلى آخره، يبقى محمد نجم، التلميذ نجم، يبقى ده تشبيه بليغ، تشبيه بليغ. حلو الكلام. طيب تعالى بقى بص كده، ده المشبه وده النجم، يعني المشبه به. حلو الكلام. المشبه به ده بقى هبتدي بقى في المثال الثاني، ونجم باسم، دي استعارة مكنية. ازاي يا مستر؟ هو النجم بيبتسم؟ لا، الإنسان هو اللي بيبتسم. فهنا هقول له صور النجم بإنسان يبتسم. حلو الكلام. طيب والنجم عندي موجود في المثال، الإنسان مش موجود، قلنا صح غلط؟ هتبقى استعارة مكنية. سر جمالها ايه؟ هو صور النجم بإنسان على طول، غير عاقل بعاقل، غير عاقل بعاقل، يبقى على طول تشخيص. تمام يا شباب؟ طيب حلو الكلام. الكلمة المشتركة هي ايه؟ اللي هي نجم، اللي هي كانت مشبه به في المثال الأولاني وبقت مشبه في المثال اللي بعد كده. أنا فراش ذائب. طيب احنا اتفقنا ان الضمائر كلها معرفة. حلو الكلام. أنا فراش تشبيه بليغ، شبه نفسه بالفراش، محمد فراش. طيب حلو الكلام، يبقى ده تشبيه بليغ. حلو. فراش ذائب، يعني ايه فراش ذائب؟ كان معروف زمان ان هم لما بيولعوا حطب او بيولعوا نار، كانت الحشرات ومنها الفراش دايما بتنجذب حوالين النار وتنحرق ويمكن تذوب. فهنا فراش ذائب استعارة مكنية. خلاص يا شباب؟ طيب هنا المشبه به في المثال الأولاني اللي هو فراش، نزلت به في المثال الأول فبقى مشبه. إيه ده؟ يعني المشبه هنا بقى مشبه به
في المثال الثاني يبقى المشبه في المثال الاولاني بقى مشبه به في المثال الثاني، وده المقصود بالكلمه المشتركه. طيب اللي بعد كده طبعا ممكن تعمل سكرين شوت للبورد لو في اي حاجه انت عاوز تراجع عليها بعد كده وتكتب انت براحتك. احزاني دموع تضحك برغم الالم. طيب احزاني دموع، احزاني دموع، طب هنا في مشبه ومشبه به، هو هنا شبه الاحزان بالدموع، يبقى ده ايه؟ يبقى ده تشبيه بليغ وانا مغمض. طيب احزاني ده المشبه، فين المشبه به يا ريس؟ دموع، يبقى ده مشبه به. انا قلت المشبه به في المثال الاولاني هيبقى مشبه في المثال الثاني، يبقى عندي دموع تضحك، دموع تضحك، ودي استعاره مكنيه. ليه؟ لان شبه الدموع هي موجوده قدامي بانسان يضحك، لان الدموع ما بتضحكش. صح غلط؟ تبقى هنا استعاره مكنيه. سر جمالها ايه؟ فكر بقى، غير عاقل بالعاقل هتبقى تشخيص. برافو عليك، يبقى دي تشخيص. اللي بعده طبعا الكلمة المشتركة وهي دموع، اللي كانت مشبه به في المثال الأولاني وبقت مشبه في المثال الثاني. قال شوقي، بكتر عليك في الأمثلة معلش عشان تطلع فاهم، وتيجي انت في آخر أمثلة المفروض ان انت بتحل من غير ما نشرح، انت خلاص فهمت، وهو ده اللي أنا عاوزه. فلما تيجي تحل بعد كده تلاقي نفسك العملية بقت سهلة معاك جدا. طيب. عصفت قصب اللعوب ومرت سنة حلوة ولذة خلسي. طيب هو هنا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على فترة الشباب بتاعته، بيتكلم على فترة الشباب بتاعته. بيقول فترة الشباب دي عصفت كالصبا. الصبا ده هي نوع من انواع الرياح الرقيقة الخفيفة، فهو هنا شبه فترة الشباب في سرعتها بالصبا اللي هي الريح الرقيقة. خلاص؟ يبقى هنا سر جمالها برضو التوضيح. طيب الصبا هنا، يبقى هنا فترة الشباب، قلنا فترة الشباب مع عصفت دهيت عايدة على فترة الشباب، فترة الشباب كالصبا، تشبيه مجمل. طيب الصبا اللي هي المشبه به هنزل بيها تحت الصبا اللعوب، دي استعارة مكنية. ليه؟ ما هي اللعوب دهيت اللي هي ايه؟ اللي هي الفتاة الرشيقة، اللي هي يعني ايه؟ بتبقى خفيفة الحركة كده. يبقى هو هنا صور الصبا اللي هي الرياح اللي هي موجودة بفتاة رشيقة الحركة. صح غلط؟ تبقى استعارة مكنية. سر جمالها ايه؟ سر جمالها التشخيص. الكلمة المشتركة اللي هي الصبا اللي كانت مشبه به في المثال الأولاني وبقت مشبه في المثال الثاني. مثال رقم 5، وده على فكرة جه في امتحان دور تاني، كان 2022. بيقول ايه بقى؟ قال ناجي: لا تجزعي يوم الفداء فكلنا مهج تحلق كالنسور. طيب فكلنا، النادي ايه؟ النادي ضمير متصل اللي هو بيتكلم علينا احنا، نحن، وفي ناس بيفسروها على انها مجاز مرسل، بس الافضل اللي انا بقول لك عليه. طيب النادى اللي هو نحن، نحن مهج، نحن مهج، ودي استعاره مكنيه. عندك كده المشبه وعندك المشبه به اللي هو مهج. طيب المشبه به هيبقى مشبه في المثال الثاني، مهج كالنسور، مهج كالنسور اللي هو التشبيه المجمل، والكلمة المشتركة هنا هي مهج. ده هنا الصورة المركبة أو الخيال المركب يا شباب بأبسط صورة ممكن تتشرح لك. يبقى الخيال الممتد، الخيال الممتد، معلش أنا بعيد عليك تاني، الخيال الممتد بيبقى المشبه واحد، إنما في الصورة المركبة لا، الصورتين هتلاقيهم منفصلين عن بعض. خلاص؟ المشبه مش واحد. طيب
عشان ما حدش بس يقول لي ده المشبه به هو اللي بيبقى مشبه، يبقى مش المشبه واحد. فهمت الفرق؟ طيب. رابعا الصورة المبتكرة. ركز معايا كويس قوي في الصورة المبتكرة. يعني ايه كلمة ابتكار اساسا؟ يعني ايه كلمة ابتكار؟ يعني انا عملت حاجة مفيش حد غيري في الدنيا عملها. ابتكرت حاجة لم يسبقني احد اليها. لم يسبقني احد اليها. خلاص يا شباب؟ تمام كده. طيب ليه سموا الصورة دي صورة مبتكرة؟ لأن الأديب بيجيب علاقة ما بين تشبيهين أو ما بين استعارتين، أو ما بين الاستعارة المشبه والمشبه به لم يسبقه أحد إليها من قبل. طيب إزاي أقدر أفرق أو أعرف إذا كان الاستعارة دي محدش جابها قبل كده؟ وأنا يعني هعرف منين؟ هعرف منين إن هو ابتكر العلاقة ديت؟ هقول لك. هو تعريفها ان الاديب بيخلق علاقات او بيعمل علاقات بين اشياء متباعده اللي هو المشبه والمشبه به. العلاقه دي بتثير الدهشه والتامل. لا تعتمد هذه الصوره على العلاقات الحسيه بل على علاقات خفيه تقوم على الاثر النفسي او المعنوي. انا مش فاهم اي حاجه. طيب ركز معايا. لما بقول لك الجندي اسد، ايه وجه الشبه ما بين الاثنين؟ هتقول لي القوة أو الشجاعة. طب الفتاة قمر، إيه وجه الشبه أو العلاقة ما بين المشبه والمشبه به؟ هتقول لي الجمال. كويس جدا. طب لو جيت قلت لسيادتك الأمل الأخضر، أدي عندك مشبه ومشبه به. إيه علاقة الأمل باللون الأخضر؟ إيه علاقة الأمل باللون الأخضر؟ طبعا أنت هتقعد تفكر وتعصر في دماغك، وهو ده اللي بيثير عندك الدهشة والاستغراب والتأمل عشان تجد العلاقة. فهتجد العلاقة إيه؟ إن الأثر النفسي، ما هي دي بقى العلاقات بتعتمد على الأثر النفسي. إن الأثر النفسي اللي بيتركه اللون الأخضر زي لون الزرع ولون الخضرة بيديك الأمل دايما في الحياة. فهنا لما بنقول الأمل الأخضر فهي العلاقة هنا بتقوم على أثر التفاؤل. بتقوم على أثر التفاؤل. يبقى اللون الأخضر أمل. حلو الكلام. طيب يجي أحمد شوقي يقول لك وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يد. وهنا بقى أحط لك كده مربع وأقول لك الحرية الحمراء. إيه علاقة يا باشا الحرية باللون الأحمر؟ فأنت هتثير عندك هذه الصورة التأملات والدهشة عشان تجد العلاقة ما بين الحرية واللون الأحمر. فأقول لك أنا لما تيجي مثلا حد بلده محتلة فلازم يقاوم، فلازم ناس تصاب ولازم ناس تموت، لازم دم يراق على الأرض. يبقى إذن اللون الأحمر ده بيرمز إلى لون الدم الذي يراق على الأرض. يبقى إذن ثمن الحرية هو الدم. لذلك يشبه الشاعر الحرية باللون الأحمر للدلالة على إيه؟ على الدماء التي تسيل على الأرض في سبيل الحرية. فهمتم يا شباب؟ طيب يبقى لا تعتمد على العلاقات الحسية ولكن تعتمد على علاقات خفية تقوم على الأثر النفسي. مثال تاني جد في نص التكافل الاجتماعي في الإسلام. يجي يقول لك غوائل الفقر. غوائل كلمة جمع ومفردها غائلة، والغوائل هي المفاسد. فيجي يقول لك غوائل الفقر، يعني الفقر غوائل أو الفقر فساد. طيب الفقر نكتبها كده معلش، الفقر فساد. طب ايه علاقة الفقر بالفساد؟ الفقر علاقته بالفساد ان الانسان بيبقى فقير جدا، وده بيؤدي الى ارتكابه العديد من الجرائم، وممكن مثلا يرتشي وممكن يعمل حاجات كتير جدا. طبعا ده مش مبرر، بس في ناس للأسف الشديد بتضعف. طيب يبقى إذن هنا العلاقة بين الفقر والفساد
إن الفقر بيدفع الناس إلى الفساد والشرور. مثال تاني، جرائر الجوع. الجرائر هي الجنايات، جرائر الجوع. طيب يبقى الجوع جرائر أو الجوع جنايات. هسألك سؤال، هو إيه علاقة الجوع بالجنايات؟ برضو نفس علاقة الفقر بالغوائل أو المفاسد. يبقى هنا العلاقة ما بين الجوع والجنايات إن الجوع بيؤدي إلى ارتكاب الجنايات. معايا يا شباب؟ يلا اللي بعده، مثال رقم 4. أحمد شوقي بيقول: نفسي مرجل وقلبي شراع، بهما في الدموع سيري وأرسي. طيب المرجل ده اللي هو إيه؟ كان زمان السفن المحركات بتاعتها بتشتغل بقوة البخار. يعني انت لو عندك الحلة كده، وطبعا انتوا كلكم عارفين الكلام ده، لو فيها مية بتغلي وانت كابس الغطا جامد، فالغطا ده ايه؟ هيطير وهيندفع. فهو ده تفسير بسيط لكلمة مرجل. المرجل ده اللي هو المحرك اللي شغال بايه؟ بالغليان بتاع البخار. طيب هنا بيقول نفسي مرجل، ده تشبيه بليغ حيث شبه نفسه بالمرجل. طيب ايه علاقة النفس بالمرجل؟ ايه علاقة النفس بالمرجل؟ ايه وجه الشبه يعني ما بين الاتنين؟ هيقول لك ان المرجل اللي هو بيغلي كالنار في نفسه، هو اللي بيحركه. المرجل ده اللي بيحرك السفينة. كذلك النفس بتاعه هو اللي بيحركه، وإن الشوق بيغلي في نفسه كالنار في المرجل. طيب ويجي يقول لك قلبي شراع. طب وإيه علاقة القلب بالشراع؟ ما هو الشراع يا شباب هو اللي كان بيبقى عامل كده يعني، والهواء بيعدي يخبط فيه فيعدي إيه؟ فيمشي السفينة. يا رب يكون رسمي حلو. فيمشي السفينة، ده الشراع. فهو شبه قلبه بالشراع لأن قلبه اللي بيمشيه زي ما الشراع بيمشي السفينة بالظبط. طيب وكذلك لما يجوا في المدارس الحديثة يجي يقول لك الأريج الناعم، والأريج اللي هي الرائحة. طب وإيه علاقة الرائحة بالنعومة؟ لما بتيجي تشم بقى هو أو بيشم هو رائحة جميلة بتحسسه بإحساس النعومة زي نعومة الفرو أو الأقمشة الطرية، أو كذلك العطر القمري إلى آخره. خلاص اتفهمت الصورة المبتكرة؟ يبقى الصورة المبتكرة هي بتشغل دماغك خلاص، وبتخليك تفكر في العلاقة ما بين المشبه والمشبه به أكتر من العلاقات التقليدية. ده أبسط شرح ليها، وإن شاء الله ما تغلطش فيها لو جت في امتحان بعد كده. خامسا وأخيرا إن شاء الله الصورة الكلية. الصورة الكلية. طيب يعني إيه صورة كلية؟ الشاعر أو الأديب بيرسم بكلماته لوحة فنية متكاملة. تاني، الشاعر أو الأديب بيرسم بكلماته لوحة فنية كاملة ليها أجزاء، والأجزاء دي هي العناصر المكونة للوحة، وليها خطوط. طب الخطوط دي هي إيه؟ كلمات بتدل على الصوت، وكلمات بتدل على اللون، وكلمات بتدل على الحركة. يبقى عندي في النص صوت ولون وحركة، صوت ولون وحركة. يبقى عندي في النص صوت ولون وحركة. مهم جدا يا شباب. لما بجمع الثلاث عناصر دول بيبقوا ايه؟ بيبقوا صوره كليه. على فكره انتوا الكلام ده اخدتوه في ابتدائي زمان لما كانوا بيجوا لكم قصه ويقولوا لكم هات لي كلمه بتدل على الحركه، وهات لي كلمه بتدل على الصوت، وهات لي كلمه بتدل على اللون الى اخره. خلاص؟ طيب. بيقول لك من امثله الخيال الكلي ان شعراء المدارس الرومانتيكيه بالذات جنحوا الى رسم الصور الشعريه في كثير من قصائدهم عشان يثبت قدرته على الابداع، وعشان كمان يمتعوا اصحاب الذوق الادبي، الناس اللي هي بتقرا ايه؟ بتقرا القصائد دهيت.
خلاص؟ طيب مثال، قال العقاد في رثاء مي. كان في واحدة في المجلس معاهم اسمها مي، وهو كان بينعيها، ماتت أو توفاها الله، فبيقول إيه؟ عودتنا ها هنا فصل الخطاب، عودتنا ها هنا فصل الخطاب، عرشها المنبر مرفوع الجناب، مستجيب حين يدعى مستجاب، أين في المحفل مي يا صحاب، أين في المحفل مي يا صحاب، سائل النغبة من رهط الندى، الحديث الحلو واللحن الشجي، والجبين الحر والوجه السني، أين ولى كوكباه أين غاب. طيب لو بصينا للقصيدة بتاعة العقاد هنجد رسم فيها صورة شعرية كلية لها أجزاء وخطوط، اللي هي بمعنى أبسط أنا هطلع من القصيدة دهيت كلمات بتدل على الصوت وعلى اللون وعلى الحركة. الصوت، سائلوا واحد بيسأل فيها صوت، الحديث كلمات بتدل على صوت، ويج بتدل على صوت. طيب اللحن الشجي الألحان بتدل على صوت، يا صحاب بتدل على صوت، ده بينده عليه. يبقى دي كلمات كلها بتدل على الصوت، كلمات كلها بتدل على الصوت. طيب هل في كلمات بتدل على اللون؟ يا باشا في كلمات بتدل على اللون. زي ايه؟ زي المنبر، ما هو المنبر ليه لون. الجبين الحر ليه لون. الوجه السني، الكوكب. طيب في بقى كلمات بتدل على الحركة، مستجيب، المحفل، وغاب، إلى آخره. يبقى الصورة الكلية لما يقول لك مثلا هات صورة كلية، ما بتجيبلوش الصورة الكلية بس، لا، ده انت بتجيب له كلمات بتدل على الصوت وعلى اللون وعلى الحركة. بتجيب له كلمات بتدل على الصوت وعلى اللون وعلى الحركة، وكل ده بيسمى ايه؟ بيسمى الصورة الكلية. خلاص؟ لحد كده ينتهي إضافات علم البيان كلها. وشباب تالتة ثانوي ما عندكش أي حاجة تانية في علم البيان، نصيحتي ليك حل كتير، تابعني في القناة واعمل سبسكرايب عشان يوصلك الدروس التانية. ولو في أي حاجة اكتب لي في الكومنتات تحت، ما تقلقش من أي حاجة، أنا هفضل معاك.